مساء الخير، مساء النور على عيونكم يا أحلى متابعين. شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير وانتم تشاهدون فيديو اليوم. وقبل ما نبدأ نشاهد الفيديو يا بنات كالعادة نصلي على النبي، اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تنسون اللايك واشتراك فضلا وليس أمرا. حبايبي جيتكم يعني فيديونا اليوم طريقة الكيك، كيك العادي، كيك العصرونية حسب ما تسمونه بنات. هنا ما شاركتكم من البداية يعني خطوات. هنا أول ما خليت 3 بيضات بالخلاط، وكوب شكر، وظرف فانيلا، ورشة ملح، وخليته يخلط بالخلاط. خلاط الشربت أو خلاط العصير حسب ما تسمونه انتو بتسمياتكم يا بنات أو يا متابعين. وهنا بديت أنخل بالطحين. هنا خليت 2.5 كوب طحين، 2.25 كوب طحين، وخليت خاشوقة نشا ينطي هشاشة وينطي بياض للكيكة يا بنات. كلش يعني يفيد يعني بالكيكة تخلونه النشا يعني. واللي ما يحب إضافة النشا لا يضيفها، بس أنا يعني أحب يعني أخليها خاشوقة ما تضر، هم تنطي بياض هم تنطي هشاشة. وهنا من انخلط البيض والشكر والفانيلا خلطة وخلطة زينة ما شاء الله. ضفت لبن 3 خواشق لبن أو روبة حسب شو تسمونه، وهم خلاتهم يخلطون مدة يعني دقيقة أو أقل دقيقة. وأرجع بعدين أخلط زيت، هم أخليهم يخفقون دقيقتين أو دقيقة حسب الوقت اللي تحبون تخلونه. هنا يعني نخلي نص جلاس زيت، فأنا ضفت هيك يعني مقدار يعني عارف ايش قد يعني خليت نص جلاس هذا الزيت حبايبي اللي خليته. وهم خليتهم ينخلطون، وكوب مي، وإذا متوفر عندكم الحليب مكان المي ضيفوا حليب. إذا ما متوفر بنات ضفت اللبن هم ينطي كلش هشاشة يعني للكيكة وينطي طراوة، فضفت اللبن وكوب مي. وهنا بعد ما خلطوا خلطة زينة ضفتهم مع المواد الجافة على الطحين، وبديت أخلط بيهم وإلا ما يختفي الطحين بالكامل. آخر شي تضيفون الباودر العفو بنات خل الأبيض هم يعني ينطي كلش يعني بياض للكيكة وينفشها. وهنا بعد ما خلطتهم بالكامل راح أضيف ظرفين باودر يا بنات مثل ما واضح عندكم. وهنا جهة واحدة يا بنات يعني تخفقون، لا تخفقون على الجهتين من تخلون الباودر حتى لا يعني يروح التفاعل مع الباودر. وأنا شاركتكم بنات أكثر من مرة يعني طريقة الكيكة، بس حبيت يعني أشارككم طريقة الكيكة تفيدكم يعني بتوزيعات يعني ثواب، وتوزيعات هسه يعني محرم توزعونه كلش يعني ما يكلف ويصرف لكم يعني وما شاء الله خير وبركة تصير. وهنا ضفت خل خاشوقة أكل تضيفون ينطي يعني تفاعل وبياض للكيك وما شاء الله شلون صارت كيكة تخبل. وهنا هم نخفقها من نخلل الخل الأبيض. وهنا ضفت بهاي الصينية بنات، عندي هاي الصينية مالت الفرن مربعة، ضفت بهاي الصينية ما شاء الله صار خير وبركة يعني كلش كمية يعني هواية صارت. فتفيدكم يعني انتو يا بنات بالتوزيعات كلش تفيدكم، وبنات كلش يعني يفيدكم بالتوزيعات. وهنا خليتها بالفرن ولكن صارت يعني معايا شغلة يا بنات. هنا بعد ما شغلت الفرن وقلت هسه حمى مع الأسف طلع يعني الأسفل مالت الفرن عاطل بس الوجه يشتغل. فاش سويت استعانيت بالتنور الكهربائي وخلتها بالتنور الكهربائي وما شاء الله شلون صارت، بس يعني ما انتفشت يعني كلش يعني صارت عالية لأن التنور الكهربائي يعني مفتوح. فالكيكة لازم يعني ما تفتحين عليها غش 30 دقيقة. بس ايش تسوي يعني الأوفن طلع عاطل، فاش سويت استعانيت بالتنور الكهربائي. وما شاء الله شوفوا بنات الهشاشة شلون صارت وانتفشت، بس ما صارت يعني ذاك يعني الانتفاش العالي يعني ما انتفشت عالية.
وهذا شكل هالكيكة يا بنات بعد ما كملت، وما أخذت مني وقت يعني كلش، يعني بالتنور الكهربائي ما شاء الله التنور الكهربائي كلش يعني عالسريع يعني يستوي. أخذت مني تقريبا 30 دقيقة أقل، ولكن بالأوفن يعني تطول ساعة إلى ساعة و10 دقايق هيجي. وهنا هالكيكة من الداخل بنات ما شاء الله شلون صايرة هشاشة وبياض وكلش صارت طيبة. جربوها واكتبولي بالتعليقات، والله أنصحكم بهاي الطريقة مالت الكيكة كلش سهلة وبسيطة. وهنا فيديو من بيت عيالي، هنا رحنا على الغدا ببيت عيالي، وعمتي سوت لي يعني سلطة ودجاج وتمن، وحبيت يعني أشارككم هاي التفاصيل. هنا كلهم يعني هي طبختهم وعاشت ايدها، والله يعطيها الصحة والعافية. وبنات أتمنى تدعوا لها بالتعليقات لأن كلش تعبانة، اسم الله عليكم شوية قلبها يعني عندها عجز بالقلب فكلش تعبانة، وأتمنى دعاكم لها. وهنا بديت يعني أصب الغدا، هنا يعني تمن بالشعرية ودجاج وسلطة وكله خير وبركة من رب العالمين، والحمد لله على النعمة والله يديمها لنا. وهنا بديت هم أصب السلطة، ما شاء الله السلطة بتاعتها كلش ناعمة يعني عاشت ايدها. هنا أنا قلت لها قعدي أنا أفرغ الغدا، قالت ما يصير انتي يعني جاية علي أنا لازم أفرغ لك، قلت لها لا ارتاحي انتي وأنا أفرغ لك الغدا، لأن بنات كلش تعبانة. وأني والله ما حبيت يعني أروح عليها حتى ما تتعب، بس هي تزعل إذا ما أروح عليها، وما تحب يعني أحد يعني يطبخ، هي تحب يعني هي تشتغل بإيدها. الله يعطيها الصحة والعافية. وهنا هذا غدانا وسهمنا وسهمكم والف عافية، الحمد لله على النعمة يا رب العالمين، ألف الحمد لله، الحمد لله على هاي النعمة والله يديمها لنا. وهذا الغدا كمل، وهنا بيبسي وكله خير وبركة من رب العالمين، والله يعطيها الصحة والعافية. اكتبوا لنا بنات بالتعليقات شنو رايكم بالفيديو، وإذا تحبون أي فيديو اكتبوا لي هم بالتعليقات، وإن شاء الله ما أقصر وياكم بنات. وأنا أشكركم على تفاعلكم بالفيديوهات، وأشكركم على تعليقاتكم، كلش تفرحني تعليقاتكم، وأتمنى بهذا الفيديو هم تكتبوا لي تعليقات كلش حلوة. وهنا هاي النافورة صورت لكم إياها يعني بفيديوهات السابقة، وحبيت يعني هم أصور لكم إياها. هنا هاي يعني النافورة بيت أختي، يعني هي اللي مسويتها بإيدها يعني صنع إيدها ما شاء الله، يعني كلش حلو ديكور حلو وكلش تعبت يعني بيها، ولكن يعني ما شاء الله المنظر كلش حلو. هي يعني هاي سوتها بإيدها حجر يعني، وسوتها بالحجر وجبنته، هي ما شاء الله يعني شو تشوف فيديوهات يعني تقوم يعني تطبقهم وتسوي نفسهم. هنا على الكهرباء يعني تشغلها وتقوم توزع مي هاي النافورة يا بنات. واكتبوا لها بالتعليقات، هي راح تغلط تعليقاتكم، اكتبوا لها كلام حلو. عاشت ايدها والله أم محمد، والله ما قصرت يعني شغلها كلش حلو. وهنا هذا الترتيبات يا بنات. ووصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله الفيديو كان خفيف عليكم وحبيتوا وما مليتوا منه. أتمنى ما تنسون اللايك والاشتراك فضلا وليس أمرا، واكتبوا لنا تعليقات حلوة منكم الحلوة. مع السلامة، انتظروني في فيديو جديد.